سكوت. هو ده الاهلي في شهر ما لحقوش يا عيني يقولوا احنا ابطال القاره، هوب ياخدوا في السوبر المصري، هوب ناخد بطوله. بقى ايه بقى اسمها ايه بقى؟ بطل نص العالم. يخرب بيت الفخامه، زي فخامه الماتش كده. ايه الماتش ده؟ ايه الماتش العالمي ده؟ لا انت بتصالحني يا اهلي، بتصالحني على حرقه دمي قبل كده؟ ايه الحلاوه دي وايه الطعامه دي وايه البغاشه دي؟ بص كولر النهارده عمل ايه بقى؟ راح عند محل الحلويات قال له بص انا عايز كيلو قطايف. لا بص هات كمان بقى معاها ايه، حته البسبوسه دي، هات بقى حته البغاشه دي، حته بقى الكنافه اللي عليها العسل اللي هناك دي. ايه الجمال ده يا جدعان ده؟ ايه الجمال ده يا جدعان ده بقى؟ عشان بقى ايه كولر بقى راح قال ايه بقى؟ انا هجيب بقى الحلويات دي وراح اقدمها للجمهور الاهلي عشان الجمهور الاهلي زعلان. الجمهور الاهلي زعلان، انا لازم نصالحه. والناس بدات تطلع من جحورهم، لازم نوريهم يعني ايه الاهلي اعظم نادي في الكون. ده مش الكون بس بقى، ده دلوقتي بقى رسميا وباعتراف الفيفا بقى دلوقتي ايه؟ بطل نص العالم، بطل نص الكوكب يا جدعان. اسيا تحت السيطرة يا جدعان. ده كمية ألقاب، ده اللي بص ده سبحان الله. يعني هم بيطلعوا على نفسهم لقب أكبر قلعة رياضية في مصر، وإحنا بصوا الألقاب عمالة تخش عليها كده 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 كده. مش ملاحق يا جدعان. إيه اليوم الجميل ده؟ الطريقة حلوة أقسم بالله. إيه اليوم الجميل ده يا جدعان؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال؟ إيه الجون اللي جابه إمام ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ممكن تقول لي إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أنا الجون شفته يا جدعان لايف كده من الاستاد. إيه ده؟ ايه ده؟ طب انتوا حلوين اهو يا جدعان، امال في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ هو انتوا لازم تسمعوا صوتي وانا بزعق؟ يعني في ايه؟ الدنيا جميله اهو. ولا قفشه بص اعمل انت عايز تعمله، اعمل انت عايز تعمله يا باشا. انت بص جميلك ده فوق راسي، جميلك ده فوق راسي. مالك يا حسين في ايه؟ يا حسين في حسين عاملين له حسين العالمي وده ماتش النهارده في ايه يا عم حسين ده؟ ده احنا عملنا كل حاجه، ده اللعيبه كانت حلوه وكولر كان حلو واحنا في الجمهور، اقسم بالله من يوم ما من اول ما دخلت الاستاد لغايه ما طلعت الصوت ما سكتناش. كل واحد عمل عليه. مالك يا حسين في ايه يا حسين؟ وايه الهجمه اللي انت ضيعتها دي يا صاحبي؟ يا صاحبي ولا وسام؟ وسام رجع. ده انتوا ايامكم سودا في الموسم ده يا جدعان، ده انتوا ايامكم سودا. يا لهوي على الموسم ده، ده انتوا هتشوفوا بصوا، ده انتوا هتبيعوا بليله. يا لهوي الواحد مننا ب20 قال اسكت. احنا يا باشا كتيبه، اذا كنت انت 100 ولا انت الواحد منك ب20، احنا كتيبه. ايه اليوم الجميل ده؟ ايه التنظيم ده؟ ايه الاجواء دي؟ ايه الماتش الفاجر ده؟ ايه يا جدعان ده؟ التنظيم فاجر، الاستاد شكله فاجر. اليوم كله ده احلى يوم. انا مش عايز يخلص. الساعه كام؟ الساعه 2. انا مش عايز انام، مش عايز انام والله. يعني لسه همنتج الفيديو ده هنزله على الساعه 4 الفجر كده. مش عايز انام. ايه اليوم ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وبعدين بقى ايه؟ فيفا كل شويه ايه؟ الاقي فيفا قدامي كده، كل ما اروح في حته في الاستاد الاقي فيفا قدامي كده، اللي هو ايه؟ باعتراف الفيفا. يعني البطوله اللي انت هتاخدها دي بطوله الفيفا. اسمها ايه بقى يا باشا البطوله دي؟ اصل كانت بتقولوا علينا ان احنا ايه؟ مش عارفين اسم البطوله. يعني انت واكسه توكسك. اقسم بالله بواب بليله، بتبيع بليله انت اقسم بالله. يعني ايه مش عارفين اسم البطوله؟ مش ايه اسمها؟ كاس فيفا الافرو اسيويه. كاس الفيفا الافرو اسيويه. ايه يا صاحبي؟ ايه يا صاحبي؟ يا زملكاوي مش عارف، انت مش عارف تقولها، انا عارف اقولها لك يا صاحبي. ولو مش بعرف اقولها يا صاحبي على انت انا مش عارف اقولها يا سيدي، نفترض ان انا مش عارف اقولها تمام، او انت مش عارف تخشها. ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ ده بصوا بقى، بصوا والتشكيل نزل زي ما انا قلت لكم امبارح بالظبط. وقلت لكم الدفاع فيه مشاكل، وقلت لكم خط الوسط فيه مشاكل. كل حاجه قلتها حصلت. ماتش ممتع. انا في الفيديو ده هحط لكم كده شويه مقاطع تمام، اجواء كده الماتش. ومن اول ما دخلت الاستاد تمام، بعد كده دخلت جوه، طلعت رحت دخلت بقى قعدت في الدرجه الايه، متطرفه كده من الدرجه الثالثه شويه، الدرجه الاولى قصدي تمام. الدرجه الاولى شمال علوي تمام.
قعدت كده لقيت الدنيا مش تمام، ويعني الاجواء حلوه وكده، بس ايه شغل بقى عائلات بقى، وانا عايز ايه، عايز اسخن. رحت رايح بقى ايه، دخلت جوه شويه بقى، جاي ناحيه ايه بقى، ناحيه ثالثه يمين، يعني بين الدرجه الاولى والثالثه يمين. رحت قاعد بقى، اجواء، اجواء الاستاد مليان يا جدعان، الاستاد مليان، واستاد كله احمر، المدرجات كلها احمر في احمر في احمر، والبص وكل حاجه جميله، والتنظيم جميل، واليوم جميل وممتع، والحياه حلوه كده. شوف لما الاهلي يفوز تلاقي مصر كلها مبسوطه. اقسم بالله انا ماشي في الشارع، بص احتفالات، والناس ماشيه عماله تجري وكل الناس كلها مبسوطه. حياه جميله يا جدعان، اقسم بالله ما الاهلي يفوز. الف شكر يا اهلي على اللي انت بتعمله معانا ده. شرفت مصر يا صاحبي، اقسم بالله شرفت مصر يا صاحبي. اخر حاجه بقى عايز اقولها، وانا بسجل لقيت والدي بيتصل بيا بيقول لي حاجتين. الحاجه الاولى ان بكره عيد ميلاد الاسطوره محمود الخطيب. كل سنه وانت طيب يا بيبو، كل سنه وانت طيب يا صاحبي، النهارده انت بتشيل الكاس يا صاحبي، شكلك زي العسل، اقسم بالله. اقسم بالله انا ما شفتش في حياتي دقيقه وانت بتلبس كوره، بتلمس كوره وبتلعب كوره كده، انا اتحكى لي بس قسما بالله انا ليا الشرف يا صاحبي. الراجل بتاع الدليفري اتصل يا جدعان، هنزل له بقى. خلاص، اول حاجه ايه، كل سنه وانت طيب يا بيبو، انت حبيبي يا بيبو اقسم بالله. تاني حاجه، الخبر الجميل ان جميل ان في عفو رئاسي حصل من رئيس دولة الامارات بثلاثي، بالافراج عن الثلاثي الزمالك اللي كان اتحكم عليهم بالشهر حبس. تمام، الحمد لله طلعوا دلوقتي وقاعدين في الفندق دلوقتي، واول طياره هيجوا على مصر بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا رجاله، اتمنى تكون دي غلطه ما تتكررش تاني. تمام. اراك ضاحكا